في جملة من أخطر ما يمكن. الجملة دي يا جماعة ناس كتير، أنت عارف الجملة دي أنا كنت بقولها زمان، أنا مش هخبي عليكم والله بصارحكم، يعني بحب الصراحة. قبل ما ربنا يكرمني باللحية وقبل ما ربنا يكرمني بطلب العلم أنا كنت بقول الجملة دي، والجملة دي خطر، ما ينفعش تتقال، ما ينفعش تتقال. خلي بالك الجملة دي العلماء وضعوها في ركن كده سموه القول على الله بغير علم. تخيل كده واحد بيتكلم عن رب العالمين بغير علم. عارف الجملة دي ايه؟ انا هقولها لك في خلال مثال كده هضربه لك. يعني تخيل كده مثلا بكرة ساعة صلاة الظهر، واحد مثلا شغال فسمع اذان الظهر، هو رايح فين؟ رايح يصلي. فالمهم عدى على الورشة اللي جنبه، لا واحد ايه شغل اغاني ومعلي ايه الاغاني، فعايز يروح يقول له بس اطفي الاغاني وتعالى صلي معايا. فالمهم هو ايه راح وطفى الاغاني وكده، قال له انا عايزك ايه تيجي تصلي معايا الظهر. قال له لا انا مش جاي معاك. قال له مش جاي معايا ليه؟ قال له لا انا مش هصلي، ما ينفعش، انا ما ينفعش اصلي. ليه يا اخي ما ينفعش تصلي؟ حضرتك حائض يعني؟ عزكم الله. لا حضرتك كفرت برب العالمين؟ لا. امال انت مش هتصلي؟ انا مسلم يا عم بس انا مش هينفع اصلي. ليه يا حبيبي مش هينفع تصلي؟ يقوم عامل لك صدره كده ويقوم قايل لك الجمله اللي انا هقول لك عليها دي، يعني تحس ان هو جايب لك ايه من القران بقى، هو سيسكتك وسيفهمك. قول لي يا عم الدليل، انت مش ينفع تيجي تصلي ليه؟ لا، يقول لك ايه؟ يقول لك اصل لسه ربنا ما ارادش ان انا اصلي. حصل ناس كتير جدا بتقولها وشباب كتير جدا بيقولوها. تيجي مثلا تقول له انت ليه كده ما تمشيش في طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتتشبه؟ يقول لك اصل لسه ربنا ما ارادش ان انا التزم. انت هيعمل ايه ما حفظتش القران لغايه النهار؟ اصل لسه ربنا ما ارادش ان انا احفظ القران. انا بقى عايز اقول له وما ادراك، مين اللي قال لك ان لسه ربنا ما، كيف تقول هذا الكلام على رب العالمين؟ هل الله سبحانه وتعالى اوحى اليك وقال لك عبدي انا لم ارد هدايتك بعد؟ يلي انت بتقول لسه ربنا ما ارادش، انت معاك دليل بالكلام ده؟ تعرف في سوره الانعام المشركون قالوا كلمه زي دي وربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في القران. مين يجيب الايه؟ ايوه ربنا يفتح عليك يا شيخ علي، الف سلام عليك يا صاحبي. رب المشركين قالوا ايه؟ قالوا لو شاء الله ما اشركنا، يعني لو ربنا كان اراد لنا الهدايه وكان اراد لنا الاسلام كنا اسلمنا. لما تيجي بعد الايه دي بكذا سطر كده تلاقي ربنا بيطلب منهم، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يلي انت بتقول لسه ربنا ما ارادش ان هو يهديني، انت عندك دليل وعندك علم بالكلام ده؟ بقول لك العلماء وضعوا هذه الجملة في باب القول على الله عز وجل بغير علم، فالإنسان ما يقولش الكلمة دي أبدا أبدا. أنت وما أدراك أن الله سبحانه وتعالى لسه ما أرادش أن هو يهديك. لابد أن أنت تمشي في طريق، يعني أنا أقول لك على حاجة، أصل دي جملة خطيرة وناس كتير جدا بتقولها إلى الآن وبيفضل يكررها، تلاقيه متعطل، تلاقيه ما بيصليش ولا بيحفظ قرآن ولا ملتزم ولا أي حاجة خالص، ولما تيجي تكلمه يقوم ماسك لك في الجملة دي، يقول لك إيه؟ يقول لك أصل لسه ربنا ما أرادش إن أنا أحفظ القرآن، أصل لسه ربنا ما أرادش إن أنا أصلي، أصل لسه ربنا ما أرادش إن أنا ألتزم. جملة خطيرة جدا. أنا بقول للي بيقول الجملة دي، يعني أي حد، أنا مش عايز أقول يا جماعة ارفع إيدك اللي بتقول الجملة دي وناقشه، لا مش عايز أعمل كده عشان ما حدش يتحرج، بس أي حد بيقول الجملة دي لسه ربنا ما أرادش إن هو يهديني، عايز أقول له طيب يلي انت بتقول ان لسه ربنا ما أرادش في هدايتك، انا عايزك النهارده، الكلام ده موجه لمين؟ اللي بيقول الجمله دي، اللي تلاقيه مش ملتزم ولا بيصلي ولا بيعمل اي حاجه خير، وتيجي تقول له ليه؟ يقول لك اصل لسه ربنا ما أرادليش الخير ان انا اعمله. عايز اقول له النهارده عايزك تروح وانت واقع من الجوع، عايزك تمشي في الشوارع كده لغايه خلاص انت واقع من الجوع، وتقوم مكلم والدتك او تكلم زوجتك لو كنت متجوز وتطلب منها ان هي تعمل لك احلى اكله انت بتحبها. انت واقع من الجوع وهي بتعمل لك ايه في البيت؟ هتعمل لك احلى اكله انت بتحبها. في حاجه بقى مفيش بعد كده خلاص.
وتقوم رايح مخبط، خلاص انت بتترعش من كتر الايه، الجوع، وفي جوه اكل ايه انت بتموت فيها، وتقوم قايل لزوجتك او والدتك دخلي لي بقى الاكله اللي انا بحبها دي عشان انا جعان، دخليها لي في الاوضه، انا عايز انفرد بالاكل دي لوحدي، انا عايز اكل لوحدي النهارده. تقوم هي مدخله لك الاكل فين؟ في الاوضه. تقوم حضرتك داخل قافل على نفسك، تمام، وقدامك الايه، الاكله اللي هي ايه، اللي انت بتحبها، وانت اصلا ايه، انا عايزك تقعد قدام الاكله دي عامل كده اهو. عايزك تقعد كده اهو، لا تمسك معلقه ولا تبص كده اهو، ما تتحرك لغايه ما ضغطك يوطى خالص وتقوم واقع. فهي هتسمع ايه، حاجه زي شوال تبجع على الارض كده، هتقوم وفاسخين الباب، هيخشوا عليك يلاقوك مغمى عليك، هيودوكوا المستشفى محاليل، انت ما فيش اكل خالص لغايه ما تفوق. فالمهم بيسالوك مالك، هو انت اغمى عليك ليه؟ بص انا جعان. طب ما الاكل ايه، ما الاكل محطوط اهو، انت ما اكلتش ليه؟ تقدر تقول لهم اصلي اصلي لسه ربنا ما ارادش ان انا ايه، ان انا اكل. لا ده انت مش هتقول كده، ده انت بتعمل ايه، ده انت بتقوم عامل ايدك كده وتقوم عامل الكم، كل دي اسباب اهي، تقوم رافع الكم كده صح، وتقوم جايب المعلقه وتغرف وتفتح فمك، تفتحه كله، وتقوم جايب الايه، غارف من الاكله دي، وتقوم باعد في بقك وتقعد تمضغ وتبلع. كل دي اسباب، واحد اتنين شوف، سبب زائد سبب زائد سبب، انت عايز جعان فانت بتاخد بالاسباب عشان تاكل. طب لو واحد عايز الهدايه، لا يقوم قاعد بقى كده اهو، اصل لسه ربنا ما ارادش ان هو هيهديني. لا، زي ما انت بتاخد بالاسباب عشان تاكل وتشبع، لازم تاخد بالاسباب عشان ربنا يهديك، ان انت تمشي في طريق الهدايه، ان انت تدور على الصحبه اللي تعينك على طريق الهدايه. والصحبه دي احنا قلنا نجيبها منين؟ من المسجد. الصحبه الصالحه يا جماعه موجوده الى قيام الساعه بفضل الله سبحانه وتعالى. امه النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير حتى قيام الساعه. واحد مثلا عايز يصاحب طبيب، هيمشي في الشارع كده يقول يا جماعه فيش دكتور هنا؟ انا عايز دكتور، انا عايز صاحب دكتور هنا، في دكتور ماشي في الطريق؟ لا، انت عايز دكتور بتقوم رايح فين؟ بتقوم رايح المستشفى تدور لك على اي طبيب تصاحبه. عايز مهندس، بتخش كليه الهندسه ولا بتروح اي حته بيجتمع فيها المهندسين وتشوف لك مهندس. انت عايز صحبه الخير هتلاقيها جوه المسجد، والله لن تندم ابدا على صحبه الخير. الشاهد ان انت لازم تاخد بالاسباب عشان ربنا يهديك. يا جماعه واحد قاعد في البيت وعطشان، عايز ايه؟ عايز يشرب، خلاص هل هو بيقوم قاعد كده؟ خلي بالك، بص لي كده، بص لي، واحد عطشان جدا والميه المبلوله، ميه مبلوله حلوه، الميه المبلوله دي موجوده جوه الثلاجه، وعايز يشرب شويه ميه سقعانه يعني. فهو قاعد بقى كده في الصاله عمال بقى يبص لي، هل الثلاجه هتقوم ايه؟ تبص لك كده تقول ده انت عطشان، تقوم الثلاجه ماشيه ويقوم الباب مفتوح وتقوم الازازه قفزه من جوه الثلاجه، الغطا يطير وايه، والازازه تقع على بقك كده وتشرب. هل ده بيحصل؟ لا. امال انت بتعمل ايه؟ بتقوم من مكانك يا حبيب قلبي وبتفتح باب الثلاجه وتطلع ازازه الميه وتشرب. ليه؟ عشان حضرتك عطشان. لو انت عايز فلوس بتنزل تشتغل، لو انت عايز اولاد بتروح تتجوز، كل حاجه ليها سبب. انا قرات في بالتالي في كتاب جامع العلوم والحكم بتاع ابن رجب الحنبلي على ما اذكر يعني، ان بيقول لك واحد من بني اسرائيل ظل 20 سنه يدعو الله عز وجل ان يرزقه بولد. انا بقرا الاثر ده قلت سبحانك يا رب، واحد جاله صبر. تخيل واحد عنده صبر لم يمل ابدا، عمال بيدعي بنفس الدعوه، يا رب ارزقني بولد 20 سنه. المهم يوم الجمعه بعد ال 20 سنه، يوم الجمعه كده نزل له ملك من السماء قال له يا غبي روح اتجوز اول. مش متجوز انت، الولد هيجي منين؟ حضرتك هيجي منين الولد؟ روح اتجوز. الشاهد يا جماعه، الشاهد كلمه فاستهدوني مهمه جدا، مهمه جدا. ربنا بيقول لك اهو، هو جايب لك الخريطه، جايب لك الخريطه وجايب لك المنهج. انت تريد مني ان اهديك، تعمل ايه؟ اطلب مني الهدايه وخذ باسباب الهدايه وانا اهديك.